nothing compared to Egypt. دير القديس سمعان الخراز بجبل المقطم، معجزة تاريخية ومنارة سماوية تشهد ليها الأرض المصرية على جبل المقطم، جبل المعجزة العظيمة. يعد الدير من أعظم وأجمل الأماكن السياحية بالقاهرة، حيث يتوافد عليه العديد من السياح من جميع بلاد العالم. ويوجد بالدير 4 كنائس: كنيسة الأنبا إبرام بن زرع السورياني البطريرك الثاني والستون من بطاركة الكرازة المرقسية، وسميت هذه الكنيسة باسم القديس الأنبا إبرام بن زرع السورياني البطريرك الثاني والستون للكرسي المرقسي، تخليدا لمعجزة نقل الجبل التي تمت في عهده، وهو الذي أدخل للكنيسة صوم ال3 أيام التي صامتها الكنيسة قبل نقل الجبل، لتنسيق صوم الميلاد المجيد ليصبح 43 يوما بدلا من 40 يوما فقط. كاتدرائية للسيدة العذراء والقديس سمعان الخراز. سميت هذه الكنيسة باسم السيدة العذراء والقديس سمعان الخراز، وذلك تخليدا لمعجزة نقل جبل المقطم في 27 نوفمبر لعام 979 ميلادية، والتي استخدم فيها القديس سمعان الخراز لإتمام هذه المعجزة الخارقة، وذلك في عهد البابا إبرام بن زرع السورياني البطريرك الثاني والستون. احنا هنا من داخل دير القديس سمعان الخراز بنرحب بيكم على جبل الإيمان اللي تمت عليه معجزة نقل الجبل في القرن العاشر ميلاديا. ايه معجزة نقل الجبل؟ المعز للدين الله الفاطمي حاكم مصر كان بيقعد في المكان بتاع المقر اللي هو حاليا بيه الحوض المرصود او مستشفى الجلدية، وكان البابا ابرام ابن زرع السرياني كان الكرسي البابوي بتاعه في الكنيسة المعلقة مصر القديمة. فكان المعز ده يحب يعمل مناظرات دينية في الساحة، بيجيب التوراة والإنجيل والقرآن ويجمع ناس مسيحيين ومسلمين ويهود. فالمعز طلب من المسيحيين ينظروا اليهود في التوراة، فواحد مسيحي احتج للمعز وقال له: مولانا، في أشعياء النبي بيقول عن الناس دي، أشعياء النبي بيقول عن الناس دي في التوراة إصحاح 1 آية 2: ربأت بنين ونشأتهم أما هم عصوا عليا. الطور بيعرف صاحبه والحمار بيعرف معلفه، أما شعب إسرائيل لا بيفهم ولا يعرف. فاتضايقوا اليهود لأن المعز طردهم من الساحة، فاتضايقوا جدا، فروحوا البيت جابوا الإنجيل، قعدوا يفتشوا عشان يردوا حجة بحجة. لقوا آية معلمنا متى 17:20 بتقول لنا: الحق الحق أقول لكم، لو عندكم إيمان مثل حبة خردل تقولوا للجبل ده انتقل من هنا روح هناك، الجبل ده انتقل. فقالوا: معقول جبل 2؟ راحوا للمعز وقالوا له: يا مولانا، في آية عند النصارى بتقول بيقدروا ينقلوا الجبل ده، ما تخليهم ينقلوا الجبل وهنعمل قاهرة نسميها قاهرة المعز. فالمعز انبسط جدا، ولو الجبل اتنقل هيحقق الأمل بتاعه. فطلب من البابا ابرام ابن زرع السرياني البابا 62 يتحقق من كلام الإنجيل. فالبابا رد عليه قال له: كلامنا موحي به من الله، لا في كلمة زيادة ولا نقص. قال له: يعني تقدر تنقل الجبل؟ قال له: الغير مستطاع عند العالم مستطاع عند الله. قال له: قدامك 3 أيام. البابا أخذ 3 أيام مهلة دول وراح المعلقة ساجد وصايم وصلي، وخلى كل الشعب المسيحي صام وصلوا ال3 أيام. ليه الست العذراء ظهرت في الهزيع الأخير في الكنيسة المعلقة؟ قالت لقداسة البابا: قم يا راعي القطيع الأمين، لأني صلواتك وأصوامك ودموعك أنت والشعب بتاعك قبلت عند ربنا. اخرج من السرداب الغربي عند النيل، هتلقى راجل طالع وعلى كتفه جرة مية، امسك فيه، ده اللي هتم عليه. دي المعجزة. لما طلع قداسة البابا من المعلقة عند النيل لقى الراجل ده: انت شغال ايه يا راجل؟ قال له: انا بملى مية للجماعة ثواب العجز يشربوا. شغلتي يا سيدنا جزماتي، وكويس اللي لقيتك. انا في يوم بصلح جزمة الواحدة عيني نظرت، فلقيت الانجيل بتاع معلمنا متى بيقول في 5:29: لو عثرت عينك اليمنى اخلعها. فانا مسكت المخراج بخيط بالجزم وخلعت عيني. قال له: يا بركة، ربنا بيفهمنا معنى الكلام ده، نشيل العين اليمنى مش اليمين. فقال له: يا سيد، من عندي يمين وشمال، فين اليمنى دي؟ قال له: بتاعت القلب، بيقول لنا لا تشتهي، مش العين الشهوة، مش نطفي نور ربنا عطالك نعمة يا بركة تشوف بيها. تعالى. أخذ البابا كل الناس اللي صاموا وصلوا مع القديس سمعان وراحوا عند بركة الفيل
اللي هي حاليا السيدة، كان الجبل ده هناك. وقف المعز بالجيش بتاعه، طلع من المعلقة من الحوض المرصود، وقف البابا بالكنيسة بتاعته بالشوارع البنكيريا لايسون، يعني يا رب ارحم 100 بحر و100 قبلي ميل الغرب. لما بصوا على الجبل ده اخر 3 سجدات في المية الرابعة كيريا لايسون، الجبل ده اترفع لدرجة الشمس دي بانت من تحت الجبل، فانتقل من هناك لهنا. لما حصل الزلزال المعز طلب يوقف الجبل، قداسة البابا رسم علامة الصليب على الجبل، نزل الجبل هنا متقطم فسمي جبل المقطم. الكلام اللي انا بقوله ده مش موجود كمان في كتاب الكنيسة بس، مسجلينه كمان احمد المقريزي في كتابه 17 جزء 2 بيقول سنة 979 في 27 نوفمبر في ساعة مبكرة حصل زلزال مدمر. يعني لما اتنقل الجبل حصل الزلزال ده، سجل عدد وفيات، وكمان سقط الحوامل الجنين، وكمان فتح ينابيع ميه. ويقول ايه العيون الميه اللي فتحها الزلزال؟ عين الصيرة، عين حلوان، وعين الفسطاط، ودول موجودين على خط حلوان لغايه دلوقتي. ويقول كمان ودي جسد المعز هيكل عظم في مغاره زي التصوف على جسمه. المعز بعد ما شاف المعجزه تمت اتصوف لربنا ومشي لربنا في الجبال يعبده. اما الراجل الغلبان سمعان الخراز هرب عند النيل تاني، ليه مركب مشي لبلد تانية اسمها جزيرة بدران عشان ما حدش يقول له انت قديس عظيم ونقلت الجبل. عاش في جزيرة بدران اللي هي بيت دلوقتي شبرا، في التحديد في ملجأ ولاد عينان. ملجأ ولاد عينان اللي هو بنوا عليه جامع الفتح في شارع الجمهورية في رمسيس. عاش 7 سنين الراجل الجزماتي ده بعد نقل الجبل. لما تنيح هناك يعني مات، دفنه في مصر القديمة واتنسى، ربنا ما نساهوش. بعد 1000 سنة عمل الدير ده باسم القديس سمعان. احنا قلنا قصة نقل الجبل وازاي لقينا القديس سمعان بعد 1000 سنة في زلزال 1992 في كنيسة العذراء بابليون الدرج مصر القديمة عند سيدنا أنبا متاوس، راسه موجودة بلحمها فيها مكان المخرج اتخلع بعينه. فاحنا عندنا جزء من جسده هنا بنحطه في أنابيب حمراء كده قطيفة وبنسميه عندنا ذخيرة. ذخيرة يعني حاجة بركة، مش ذخيرة بنضرب بها الناس. فتلاقوا الأديرة مليانة ذخاير، وما معنى الذخاير اللي هو اللي أنا قلت لكم عليها الحاجة البركة دي. دي معجزة نقل الجبل. المعجزة الثانية وهو اكتشاف الدير ده أنا عشته. 1968 كان عندي 20 سنة، كان لنا بيوت في حتة اسمها امبابة، شغلتنا بننظف القاهرة، عمال نظافة زبالين، بنلم زبالة القاهرة بعربيات كر وحمير. فسوري واحنا بنعدي نجيب زبالة القاهرة لازم ندخل الزمالك في شارع أبو الفدا يدخلك على كوبري النيل. فالست أم كلثوم المغنية اشتكت لجمال عبد الناصر رئيس الجمهورية ولمحافظ القاهرة سعد زايد، فيعملوا عشان يرضوها نقلوا الزبالين بتوعهم بقى بعتهم الجبل ده. لما جينا صدقوني الكلام ده في 69 لو حطينا جرد هنا مش هيعيش. عشنا 7 سنين لا بيت ولا ميه ولا كنيسه ولا مدرسه ولا حد يقول لنا انتوا فين، للخمور والمخدرات والجهل. 7 سنين. في يوم من الايام في 74 في ولد هنا اسمه جديس راح شبرا يلم زباله من شبرا، جبل شماس، قال لجديس ده ربنا بيحبك، يسوع بيحبك. قال له طب ما تيجي تكلم الغلابه هينوبك ثواب فينا. فالراجل ده جالنا هنا بالكتاب المقدس بتاعه كل يوم يعرفنا ربنا ويصلي معانا. ففي يوم تعب فليه عاصفة قامت في الزبالة جابت ورقة على صدره، بيشوفها لقاها مقطوع من الكتاب المقدس. قال الرب البولس لا تخف بل تكلم ولا تسكت لاني معك، مفيش حد يأذيك، ليا شعب كتير في هذا المدينة. فهمت كلام ربنا. فأخذ الورد ووداه للبابا شنودة المتنيح. البابا عمل زيارة في 76 للزبالين وساب مبلغ فلوس لخادم شبرا ده يهتم بالغلبة. حاول يبني كنيسة. أنا عشت الحياة دي مية داخلة بعربيات عشان نبني. ناس اتلمت تملى مية بحلة بعلبة، ولد بس دخل يشرب مية بإيده وقع تحت العربية. الدبل الوراني عدى على راس الولد، صدقوني اسنانه طلعت من بق. السواق هرب في الجبل وخادم شبرا الشماس افتكر ربنا معاه. قال لنا مثل كده، كرسي مرمى على الزبالة، مين بيعمل كراسي الخشب دي؟ نجار، نديه للنجار يصلح. مين بيعمل البشر دي؟ ربنا.
طب ربنا يقدر يصلح راسه اللي اتكسرت دي ولا لا؟ خد الطفل وجري بيه على اقرب مستشفى الجامعه الحسين. 7 ايام الدكاتره عمليات وانعاش، والراجل ده بس عليه صلي يا رب زي ما نقلت الجبل انجو راس الولد. لينا ربنا 7 يوم عمل معجزه. الولد ده كبر ومتجوز حاليا ومعاه اولاد. واتبنت الكنيسه في 78، واحنا اخترنا الخادم ده يكون الراعي بتاعنا. فالبابا شنودة سموه لنا ابونا سمعان على اسم سمعان الخراز. وربنا عاد ذكرى للراجل الغلبان ده ونشأ الدير ده كله. الزبالين لما الشعب كتر طلعنا على الجبل، لينا الدير ده اكتشاف مغارات مردومه نكسر ونطلع بره. ربنا عمل الدير ده في خلال 33 سنه. بس اكبر كنيسه في الدير هنا، اكبر مغاره اللي هي دي قدامنا، مساحتها 10,000 متر. كان الارتفاع متر. المتر ده لما جوفنا الحجاره اللي جواه شلنا 1.5 مليون طن حجاره يدوي في 13 سنه. دخلنا العمق بنبص في السقف بتاع المغاره لحاجه تقع علينا، لينا صوره اثريه للست العذراء شال الطفل يسوع. دي دليل ان ده كان دير زمان، ولما جو الزبالين اكتشفوه اصبح المكان ده مزار عالمي. مفيش دوله من الدول ما بتجيش عندنا. عملنا ليالي صلاه عشان مصر. اعظم ليله كانت 11/11/2011. الشعب كان في الدير ده حوالي 65,000. كمان غير قلوبنا. انا من اللي عاش هنا في الجهل 20 سنه في الخمور والمخدرات والقمار، من 88 لدلوقتي بشهد على العمل اللي انا بشوفه بعيني. وشفت هنا حوالي 200 معجزه. هنبدا نشوف الاماكن بتاعتنا ونخش على الكنيسه الكبيره اللي اتشال منها 1.5 مليون طن حجاره. احنا شايفين صور قدامنا هنا. الصور دي كلها جالنا شاب هنا اسمه ماريو من بولندا. ده مش فنان، ده جاي يخدم ملجأ مزار تريز للزبالين هنا ويعيش يخدمهم بقى عمره. جاب له خشب عمل عليه صوره للقديس سمعان بتاعنا. ابونا طلب منه ينحت في الصخر، قال له ما اعرفش. قال له بنعمه يسوع هتعرف. فجاب له ابونا هيلتي وصاروخ اسبريه يعمل ويطلع. لغايه دلوقتي عمل 76 قصه من الكتاب المقدس، عهد قديم وجديد. عامل لوحي الشريعه من العهد القديم، الوصايا ال10، وعامل معجزه نقل الجبل والميلاد والقيامه ويوم الحشر العظيم لما هيجي سيدنا عيسى والرب يسوع وحينما يبصرون ابن الانسان على السماء. هنبدا ندخل جوه. يلا بينا. اتفضل.
طبعا احنا هنا نخش على اكبر كنيسه الموجوده في القاهره كلها، اكبر كنيسه في كنائس مصر. في عمق الجبل عاملين لها 5 مداخل عشان بتشيل 20,000. لحد الخوص الاسبوع اللي فات ده كان موجود هنا حوالي اكتر من 23,000 مصلي. هندخل من الممر الاولاني تحت، هنشوف الكنيسه من جوه كلها. اتفضلوا معانا. اتفضلوا. زي ما انتم شايفين كده كل ده اللي اتحفر وطلع بره بعد 13 سنة. وكنيستنا هنا مدرجة شيء حوالي 20,000 مصلي. ولما اترفع كل ده دخلنا عمق المغارة، بنبص في السقف لينا الصورة الأثرية من الدير القديم ترجع للقرن 14. الست العذراء شالت الطفل يسوع. لكن المدرج عندنا هنا فيه شوية صور. بين فوق صورة البابا شنودة لما صلى معانا هنا، كان سبب بركة ان احنا نخلص المكان بسرعة. وفوق هنا نقل جبل والبشارة لما الملاك بشر العذراء، ولما راحت ولدت في بيت لحم. وعاملين يوسف النجار لما دخل مصر والهرم والنخلة. عاملين معجزة المفلوج لما دخلوه شفاه بعد 38 سنة. وهنا المقولة ان المريمات راحوا القبر في اليوم الثالث، لقوا القبر فارغ، ولقوا ملاك بيرشدهم بيقول لهم ليس هو هنا لانه قام كما قال، لان قالوا بعد 3 ايام هيقوم، فقام كما قال هو ان انا بعد 3 ايام هقوم. تحت هنا كده حاطين الذخيره بتاعه القديس سمعان، جزء من عظمه، واليوحنا المعمدان وإليشع تلميذ ايليا. نتفضل انزلوا تشوفوا تحت. اتفضلوا. طبعا احنا هنا واقفين قدام اكبر هيكل يسع 200 متر اسمه حضن الاب. والصور الموجوده هنا على حمل قنيات ال 12 تلميذ الحواريين وكسر الخبز اللي هو الرب يسوع. لما كل كنيسه بنلاقي على باب الهيكل
يسوع مع التلاميذ بيقدموا العشاء الاخير اللي هو يسموه التناول عندنا. والصوره دي اما تعلقها في عيد القيامه، بنعلقها كل سنه مره، انه رمز القيامه. ده يعتبر كله حضن الاب وخرس الشمامسه. طبعا دي كنيسه جوه الجبل، وبيقول انها اكبر كنيسه موجوده في مصر كلها، مساحتها 10,000 متر، تسع ل 20,000 مصلي جوه الجبل. طبعا بعد ما شفنا الكنيسة الكبيرة، أكبر كنيسة في دير القديس سمعان الخراز، عندنا احنا بعض كنائس صغيرة تاني كده، ونادي ومسرح وحاجات زي كده عندنا. بعد ما هنطلع كده هنشوف الأماكن اللي هي جوه نحت على الجبل، برضه عاملوا ماريو ونادي ولعب زي الزبلاين بتاع زي التلفريك كده هو. ويلا بينا نشوف الأماكن دي. هنا طبعا بداية قاعة ماري مرقص، ودي عبارة عن قاعة عاملة زي المسرح الروماني. نخش جوه الجبل نشوف مكان روعة جدا. اتفضلوا. قاعة احتفالات ومسرحيات عاملة زي المسرح الروماني بتاع اسكندرية. دي كانت مليانة حجارة ضخم، فرغناها ولقيناها من جوه كده واخدة الهيئة بتاعة المسرح الروماني، فعملنا فيها مسرح لأن مش هتنفع كنيسة. احنا بنصلي ناحية الشرق، دي مدخلها شرقي فمش هتنفع، فعملناها مسرح بنقدم فيها حفلات وممكن تتأجر لحاجات تانية للدولة، ندوات، حاجات زي كده. هندخل جوه نشوفها.
طبعا بعد ما خدنا جولة على جبل إيمان هنا في دير القديسة مال خراز، ويا ريت تكونوا انبسطتوا معانا في المكان الحلو ده، وبنشكر التلفزيون الفضائي ومصر جميلة عشان تعرفوا قد ايه مصر بتطلع حاجات حلوة كده.